المشروع، وانا يعني من الاشياء اللي اعتمد عليها يعني في بناء او في تعاملي مع الانديه ولا منتخب، لازم ان يبنى المشروع مع اشخاص لهم اراده. اللاعب الذي يعني لا يظهر الاراده في التمارين، في الالتزام، في الاكل، في النوم، في الالتزام، في الاداء الجيد الرجولي القتاليه، لا يبنى عليه مشروع. ولهذا أنا تنقول بناء أي مشروع رياضي لازم يبنى مع أشخاص اللي عندهم الإرادة. والإرادة ماذا تريد، ماذا يعني تطلب منها اللاعب، هو التضحية وأنني ناكل صح، ننام بدري، وفي التمرين ندرب 1000%. مساء الفل. عموتة رسميا مديرا فنيا للنادي الاهلي. من شويه كده تم اعلان ان خلاص عموتة هو المدرب الرسمي للنادي الاهلي. بس قبل ما ابدا في اي كلام، عشان ما انساش زي الفيديو اللي فات، عشان ناس صحابي يعني نبهوني الموضوع ده ان انا نسيت فعلا، نفتكر اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ادعوا لهم، كملوا في المقاطعه، وان شاء الله ربنا ينصرهم قريب. مبدئيا انا اسف على تغيير اللوكيشن، بس هي لظروف كده معينه، وان شاء الله هنرجع للمكان القديم بتاعنا عادي جدا. يمكن الناس القديمه بس شويه معايا على التيك توك، او اللي كانت بتشوف لايفات قديمه ليا على التيك توك، هتعرف المكان ده اللي انا كنت بقعد، يعني ده البيت عند والدي، وكنت بقعد هنا نتكلم في التاريخ. فسامحوني بس شويه لو الاضاءه مش كويسه، لو كواليتي الصوره مش كويس، مش احسن حاجه يعني، فمعلش. هي كده كان ممكن يبقى فترة وهنرجع تاني لمكاننا الطبيعي بصراحة كده. ويمكن الناس القريبة مني عارفة القصة دي، ان انا دي تاني مرة صور فيها الفيديو، لان الفيديو قبل كده انا صورته وحصل فيه مشاكل يعني، فما عرفتش امنتجه. الشاشة كانت طالعة فيها اجزاء سوداء وحاجات زي كده، فبمجرد الاعلان الرسمي قلت بقى لا، هطلع اقول الكلام اللي انا كنت بقوله في الفيديو اللي فات تاني. لان انا ليا وجهة نظر مش هقول مختلفة، بس يمكن انا اخدتها من ناحية تانية خالص، هحاول ان انا اقولها في الفيديو ده. وبرضو ندردش شوية في قصة تجديد كوكا ورأيي في صفقة اكرم، لان في كلام ان اكرم احتمال كبير هيرجع. بس نبتدي بالمهم، وهو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي الحسين عموته. طيب انا لما بدأت ابص للموضوع، او ابص لفكرة الحسين عموته، وهدردش كده في حتة تخص المدرب، وفي حتة تخص ليه الإدارة راحت للمدرب ده. طبعا هتبقى من وجهة نظر، يعني من وجهة نظر انا، مش اي معلومة، مش اي حاجة، انا ما اعرفش اي حاجة ايه اللي حصل جوه الاجتماعات علشان خاطر يستقروا على المدير الفني ده. هحاول افهم من الوضع العام الإدارة اختارت المدرب ده بالذات ليه. طيب انا هبدأ عند الحسين عموتة، يعني يمكن انا مش هتكلم فنيات قوي، ممكن تبقى في جزئيه كده فنيه او حاجه في وسط الفيديو، بس مش هتبقى كبيره، لان انا مش مختص في حته الفنيات والتاكتكس والكلام ده. في ناس احسن مني بتتكلم فيه احسن مني بكتير، ومعظمهم عمل فيديوهات على الحسين عموته وطرق لعبه، وبيميل لاني خطه، وطريقه لعبه دفاعيه ولا هجوميه. بس انا لما رحت ابص على الحسين عموته، رحت لحته تانية خالص، وهي جزئيه الشخصيه. لان الموسم اللي فات تقريبا كان في اجماع من جمهور الاهلي ان احنا محتاجين مدرب شخصيه، وعشان كده كان في كلام على حسام البدري. يمكن انا كان ساعتها برضو رايي، يمكن ده كلام متاخر شويه، بس يمكن انا كان برضو ساعتها رايي ان انا مش متقبل عوده البدري تاني، وكنت محتاج برضو مدير كوره بشخصيه معينه في وسط النجوم واللعيبه دي كلها. فلما رحت ابص على الحسين عموته، ابتديت اروح ابص على السمات الشخصيه، وما بصيتش قوي في الفنيات، لان يعني مش قوي في حته التحليل الفني، وان انا اقعد اتفرج على ماتشات عشان اطلع اقول لك ده بيلعب بخطه كذا مع كذا، او بيلعب بطريقه معينه، او هو بيميل للدفاع او بيميل للهجوم. في ناس بتتكلم في الموضوع ده احسن مني بكتير، وهتلاقيهم موجودين وحللوا كل حاجه واتكلموا عن كل حاجه. انا لما رحت ابص، ابتديت ابص على يمكن فيديوهات ليه قديمه، يمكن كام بودكاست كده كان هو عاملهم. منهم بودكاست كان وهو في المغرب، ممكن ابقى يعني ابقى اسيب لكم اللينك لو هينفع، انا اشوف هل هينفع ولا لا. منهم بودكاست كده في شانل المغربيه تقريبا، كان في الفتره اللي كان بيدرب فيها الاردن، وتقريبا برضو حلقه تانية كانت موجوده على قناه الكاس. بدات احاول ابص على طريقة كلامه عن اللعيبة، عن أوضة اللبس، عن تعامله مع الماتشات، تعامله مع الضغوط. فكان معظم كلام عموته في الحتة دي يمكن مايل شوية لحتة جمهور النادي الأهلي، في حتة إن أنا بعتمد على اللعيبة المثابرة، بعتمد على الجدية في أرضية الملعب، في أوضة اللبس، بعتمد على الانضباط والإرادة. وده كان مطلب من مطالب الجمهور، او قطاع كبير جدا من الجمهور الموسم اللي فات. في الفتره اللي احنا كنا شايفين فيها ان اوضه اللبس فكه شويه، مفيش مدير كوره قوي في الحته دي، مع احترامي طبعا لكابتن وليد. يمكن كابتن وليد من الناس انا بحبها جدا، وكنت يعني متفائل بيه جدا اول ما جه مسك المنصب. فكان مطلب الجمهور ساعتها ان انت عايز ترجع الانضباط لاوضه اللبس. من كلام عموته في الحته دي ان هو بيحب اللعيبه الجد شويه في التدريبات وفي ارضيه الملعب. اكيد طبعا بيهتم بكواليتي اللاعب اللي موجود، بس هو بالنسبه له الحاجه الاولى هي انضباط اللعيبه، وان هم بيمشوا تبع السيستم اللي هو بيحطه.
ودي حاجة أنت كنت مفتقدها أصلًا الموسم اللي فات. طب في حتة علاقة عموتة باللاعبين، يمكن هو اتكلم شوية في الحتة دي وقال إن اللاعبين هم أهم عنصر موجود جوّه المنظومة دي، وإن لازم اللعيبة دي تآمن بالفكرة وبالمشروع اللي هو بيعمله. طبعا يعني لا توجد أسرار، يعني أظن أنه الاعتماد على الجدية، المثابرة، الانضباط، الإرادة الكبيرة، وهذه الأشياء هذه يجب يعني أن يتسم بها يعني الجميع، وليس فقط يعني المدرب، يعني الطاقم الفني ولا الإداري ولا الطبي. والأهم هو السلاح داخل الملعب اللي هما اللاعبين. يعني اللاعبين يجب أن يؤمنوا دائما بالمشروع الرياضي، والمشروع الرياضي يجب أن الكل أن يتكتل أن يدافع عليه. وداخل هذا المشروع الرياضي فالكل المفروض أن يجد نفسه، لأنه المشروع الرياضي أو القالب، يعني التكتيكي اللي كيختاروا المدرب أو الفلسفة التكتيكية، يجب أن تدافع على اللاعب بشكل العام، ومن خلاله يعني نقط الضعف كتصبح يعني ضئيلة جدا. وداخل هذا القالب في نفس يعني الوقت فكل لاعب يمكن أن يعطي يعني أحسن ما عنده. وبرضه اتكلم عن حتة الالتزام الجماعي والعمل الجماعي والانضباط في أوضة اللبس والانضباط، زي ما احنا كده بنقول اللايف ستايل بتاع اللعيبة، ان اللعيب بياكل اكل معين، بينام في اوقات معينة، ليه طريقة تمرين معينة. هو طبعا بيبقى حاطط الكلام ده كله في الخطة التدريبية بتاعته للعيبة وللفريق. هو اتكلم برضه في الحتة ان هو عنده خلفية في الدراسة العسكرية، او كان هو في يعني في مدارس عسكرية، فكان حتة الانضباط والالتزام دي كانت حاجة من جزء من حياته، فهي دي أولويته أصلا في التدريب. الانضباط والعمل الجماعي، الالتزام، وإن اللعيبة تبقى مؤمنة بالفكرة بتاعته وطريقة لعبه وتنفذ اللي هو عايزه. وده بيعتبر يعني بالنسبة لجمهور الأهلي تقريبا نفس الفكرة، أو ماشي على نفس اللاين بتاع جمهور النادي الأهلي. فدي تعتبر نقطة كويسة جدا في السي في اللي أنا شايفه اللي متقدم من عموتة للنادي الأهلي. حتى هو كان بيتكلم في الجزئية بتاعت إن الناس كانت بتقول إن هو ما بيضحكش في أرضية الملعب، مش عارف إيه، لما الفريق بيجيب جون ما بيضحكش، ما فيش ابتسامة. هو اتكلم في الحتة دي يمكن بما معناه، عشان طبعا أنا مش هقول الكلام بالظبط، بس بما معناه إن حتى علميا إن الخمس أو ست دقايق اللي بعد الهدف بتبقى يعني مرحلة كده معينة لازم إن أنت ترجع فيها الالتزام والانضباط في أرضية الملعب، عشان خاطر نشوة الفرحة أو الفرحة بالهدف ما تاخدش أكبر من حجمها، فتبتدي تدخل في حتة يعني لخفنة في الملعب أو حتة عدم انضباط في الملعب. ودي برضو نقطة تحسب له، لأن حتى في معظم كلامه كان بيتكلم في حتة إن هو مؤمن بالعلم والتحليل والدراسات اللي موجودة دلوقتي في علم كرة القدم. بس أنا هرجع لنقطة اللعيبة دي في آخر الفيديو شوية، لأن هتبقى منها رأيي ومنها تعليقي على إحنا ممكن نتعامل إزاي مع الفترة اللي جاية. نقطة تانية هو اتكلم فيها كده في البودكاست، إن الإنجازات ما بتجيش بالصدف، ما بتجيش غير بالشغل وبالاجتهاد وبالانضباط في أوضة اللبس باللعيبة الملتزمة. والنقطة اللي كان بيتكلم فيها كتير عن موتة في حتة إن اللعيب لازم يكون منضبط في حياته عشان يقدر يأدي في أرضية الملعب. زي كده ما كنت بقول لك، اللي هو طريقة أكل معينة، مواعيد نوم معينة، لازم يكون ملتزم في التدريبات، لازم يكون ملتزم بتعليمات المدرب بتاعه. ولو بصيت كده بصة سريعة على الإنجازات بتاعة عموتة في مسيرته التدريبية، يعني هتلاقي دايما إنجازات استثنائية وفي ظروف مختلفة، ويمكن ساعات في ظروف صعبة، ومعظمها بطولات مهمة وبطولات قارية. فده يديك مؤشر إن المدرب ده بيشتغل تحت ضغط، بيعرف يشتغل في ظروف صعبة، بيعرف يشتغل في ظروف مادية مش أحسن حاجة. وطبعا ده مش موجود في النادي الأهلي، لأن يعني في النادي الأهلي هيبقى متاح له الأدوات اللي يقدر إن هو يشتغل بيها ويقدر ينجح بيها، من استقرار إداري لاستقرار فني لنوعية اللعيبة اللي هو بيطلبها، الموارد المادية طبعا. لكن مثلا لما تيجي تبص عليه مثلا مع أول تجربة قارية مثلا كسبها زي الكونفدرالية مع الفتح الرباطي، هتلاقي إن الفريق ده أول مرة يفوز بالبطولة دي. ويعني أنا على ما أظن، طبعا أنا مش ما كنتش متابع ساعتها، بس أكيد ما كانش حد متوقع إن فريق ما كسبهاش قبل كده، أو فريق مالوش خبرة قوي في الكونفدرالية أو في البطولات الأفريقية، إن هو يطلع وينافس في بطولة زي دي ويكسبها. هتلاقيه برضو مع الوداد لما كسب بطولة أفريقيا في 2017، كانت بعد فترة طويلة الوداد ما بيكسبش فيها بطولة أفريقيا تقريبا من 92. إنجاز الأردن ووصيف كأس آسيا في 2023. فلما تيجي تبص كده هتلاقي إن الحسين عموتة يعني في البطولات المهمة، أو البطولات اللي أنت بتبقى محتاج إن أنت تكسبها، بيقدر يأدي فيها، بيقدر يكسبها.
ممكن تبقى في ظروف صعبة، في ظروف استثنائية مثلا زي مع الفتح الرباطي. كمان نقطة ان هو بيعرف يتعامل مع ضغط الجمهور. مدرب درب مثلا الوداد، يعني جماهير الوداد معروفة. برضو نفس الكلام في الأردن، نفس الكلام في السد، كلها فرق جماهيرية بالنسبة يعني للدوريات بتاعتها أو للمناطق بتاعتها، أو حتى منتخب الأردن يعني بالنسبة كمنتخب. فبيعرف يتعامل مع الضغوط الجماهيرية. وطبعا جاي على نادي زي النادي الأهلي، أكبر نادي في أفريقيا، من أكبر أندية العالم. فدي نقطة برضو كويسة، يمكن تطمني شوية في حتة الضغط الجماهيري، إن المدرب مش هيبقى جاي هايب الجمهور أو قلقان من فكرة الشعبية والجماهيرية بتاعت النادي الأهلي. لا، هو عارفها، وهو كان موجود في أفريقيا ولعب بطولات أفريقيا ضد النادي الأهلي، فعارف كمان قيمة النادي الأهلي. ودي حاجة مطمناني شوية، ودي حاجة يعني هاجلها في حتة الإدارة، وان هم ليه اختاروا عموته، او ايه الاسس او القواعد اللي اختاروا بيها المدرب حتى في اصعب الظروف. يعني على حد كلام الناس اللي متابعاه كويس، اللي بيقولوا ان اسوأ فتره ليه كانت في الجزيره، هو كسب معاهم ساعتها كاس الرابطه. فده يديك مؤشر ان ده مدرب بيتارجت البطولات، ومش البطولات بس اللي هي البطولات القاريه اللي هي ممكن تبقى فيها اقصائيات، او مثلا ممكن تكسبها من ماتشين ثلاثه زي كاس سوبر او حاجه. لا، ده انت لما تيجي تبص اصلا على مسيرته هتلاقيه بدأ مع نادي اسمه الخميسات، وهو حتى لما جه يتكلم في البودكاست اتكلم ان ده يمكن من احسن الانجازات في حياته، ان فريق زي ده مش معروف بامكانيات ضعيفه جدا. حتى هو ساعتها وصفها ان دي امكانيات ماديه ضعيفه، بس امكانيات فنيه وانضباطيه من اللعيبه كانت كبيره جدا. فان هو ياخد مع فريق زي ده مركز تاني، دي برده كان انجاز قوي، ده برده يحسب له. ومع الوداد برده واخد دوري. فده يديك مؤشر برضو ان حتى المدرب ده مع البطولات الطويله زي بطولات الدوري هو متمرس فيها ويقدر يشتغل عليها كويس. وعلى مستوى برضو البطولات القاريه بيقدر ينافس فيها وبيكسبها. بيقدر كمان يتعامل مع الضغط الاعلامي، لان برضو من اللي انا فهمته من كلامه في البودكاست، وانا مش هاخد كلام صحافه شويه، انا هاخد كلامه هو، ان هو ما بيسمعش للانتقاد السلبي، بيسمع للانتقاد الايجابي اللي ممكن يفيده او ممكن يفيد الفريق بتاعه. بس الانتقاد السلبي ما بيركزش معاه قوي. والنقطة دي مهمة، يعني ممكن هبقى اتكلم فيها كمان شوية كده في نقطة تعامل الجمهور مع عموتة وتعامل الجمهور مع اللعيبة في الفترة اللي جاية من وجهة نظري يعني. فكل دي مؤشرات بتقول لك ان المدرب اللي جاي ده مش مدرب قليل زي ما الناس كانت مهيئة في الاعلام، او زي ما الناس كانت بتتكلم معاك ان ده مدرب عربي. طب ما كنت تجيب مدرب مصري؟ وايه اللي يميز عموتة عن مثلا عن البدري او عماد النحاس او شوقي او علي ماهر؟ نقطة كمان مهمة، وهي إعداد المغرب للمديرين الفنيين أو المدربين في النقطة بتاعة تطوير المغرب للكرة عندها. المغرب في تطوير الكرة عندها بدأت بأولوية المدربين، وإن هم يبتدوا يدوا كورسات للمدربين أو اللايسنس زي كده زي ما بيقولوا الشهادات بتاعة التدريب. وحتى عموته كان بيتكلم في النقطة دي إن هو كان بيحضر ماجستير وهو مدرب. فهو عنده حتة الدراسة برضو مهمة جدا بالنسبة له. والمديرين الفنيين في المغرب في تطوير الكرة عندها طبعا ابتدت بالمدربين، وابتدت تطور في المدربين عندها. فده نقطة تحسب له جدا. وحتة كمان هو كان بيتكلم فيها ان التدريب علم، وان هو لازم يطبق حاجات جديدة وافكار جديدة. فدي حاجات تديك مؤشرات كده بسيطة عن عقلية المدرب اللي جاي لك وبيفكر ازاي، وانت هتستفاد منه ازاي. نيجي بقى للنقطة اللي انا عايز اتكلم فيها شوية، هي نقطة تعامل عموتة مع اللاعبين والعكس، ونقطة تعامل الجمهور مع عموتة واللاعبين في الفترة اللي جاية. طب في كلام كتير بيتقال ان عموتة مدرب صدامي، وان مدرب بيتعامل مع اللعيبة بطريقة ممكن تبقى مش احسن حاجة، وي 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 كلام كتير جدا ممكن تسمعه في السوشيال ميديا في الفترة دي. لكن انا لما دورت لقيت ان معظم كلام اللعيبة عنه كويس. هو النقطة اللي دايما هيبقى فيها خلاف مع اللعيبة هي نقطة الانضباط. عموتة بيحب اللاعب المنضبط. دي بقى رسالتي للعيبة. مبدئيا انت مش هتقدر تاخد مكان في الفريق مع عموته الا لو كنت ماشي تبع السيستم اللي هو عايزه. لازم تبقى لعيب منضبط، يعني فنيا، تكتيكيا، اخلاقيا، في الحياه بتمشي على النظام الغذائي اللي هو بيقول لك عليه، بتمشي على النظام الحياتي اللي هو بيقول لك عليه. فمن هنا ممكن يحصل اصطدام، ان يبقى في لعيبه معينه مش هيعجبها نظام عموته، فهنا هتبقى المشكله. لكن غير كده لو انت ملتزم وان انت ماشي تبع النظام اللي هو عامله او تبع السيستم اللي هو حاطه للفريق، فانت هتبقى حاجز مكانك الاساسي جوه الفريق. ودي بقى النقطه اللي بترجعنا تاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره متعود ان لعيبته لعيبه ملتزمه، انضباطيه جدا. لو تبص على الجيل الذهبي هتسمع كلام كانوا بيناموا بدري، كانوا بياكلوا مش عارف ايه، ملتزمين بتعليمات المدرب. فده اللي خلاهم بعيدا عن النجاحات كبطولات
هم كمان كسبوا حب الجمهور جدا، ان الجيل ده ما كانش فيه مشاكل كتير، اللعيبه ملتزمه، فما كنتش بتشوف مشاكل في اوضه اللبس كتير. اكيد كان بيحصل مشاكل في اوضه اللبس، ده طبيعي في اي نادي وفي اي عصر من اي عصور النادي الاهلي، لكن كانت بتبقى مشاكل الكوره الطبيعيه. فاللعيبه اللي موجوده حاليا يعني مش عايز اسبق الاحداث واقول لك ان ممكن يحصل صدام ما بين لاعب او اتنين مع عموته، بس اللعيبه اللي موجوده دلوقتي لو انت التزمت مشيت بالنظام النادي الاهلي وبنظام عموته اللي هو يحطه للفريق. وطبعا هنا مش هنقدر ننسى طبعا كابتن وائل جمعه، دوره هيبقى مهم جدا 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 في الفتره دي. فانت كلاعب هتلتزم، هتاخد مكانك عادي جدا. فاللي مطلوب دلوقتي من اللعيبه هو الالتزام، ان انت تمشي بكلام كابتن وائل جمعه وكلام المدرب بتاعك بالبلدي كده، انت هتستريح واحنا هنستريح. نيجي للنقطه الثانيه وهي تعامل الجمهور مع عموته بقى. طيب مبدئيا عشان بس يعني ابقى صريح معاكم، من الواضح ان الناس بدأت مع عموته بدري جدا 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 في الاعلام، ونفس اللي كنا بنشوفه في فترة موسيماني ابتدينا نشوفه بس بدري شوية دلوقتي، ان مدرب عربي ومدرب مش عارف ايه، وكنا نجيب مصري احسن، لا كنا مش عارف ايه. هنا بيجي دور الجمهور. لو انت داعم للمدرب بتاعك وقادر ان انت تكون ظهر ليه، اضمن لك ان المدرب ده هيبقى ناجح. ومش علشان الاعلام بس، عشان حتى اللعيبه تحس لا المدرب ده مش كبش فدا، المدرب ده واخد دعم جماهيري، عشان لما لاعب يتم استبعاده من الفريق او يتم توقيع عقوبه عليه او ما تلاقيهوش بيلعب اساسي، يبقى الناس عارفه ان المدرب ده قرار المدرب، وان اللعيبه تبقى عارفه ان الجمهور داعم لقرار المدرب ده. فهنا دورنا ان انت تبقى الداعم الاساسي للمدرب ده، علشان خاطر لا الاعلام يقدر يطوله ولا اللعيبه تقدر ان هي تتعالى عليه، وان اللعيبه تبقى عارفه ان قرار المدرب اللي هياخده ضدهم هيبقى بدعم جماهيري. لازم يبقى عندك ثقه في المدرب بتاعك ولازم تسيبه يشتغل، لان حتى لو انت قلقان من جزئيه ان هو مدرب دفاعي شويه، فانت من اهم او من اكبر المساوئ في الموسم اللي فات ان انت كنت دفاعيا سيء جدا جدا جدا. انا عارف ان كرة النادي الاهلي كرة هجومية، وان الناس بتحب الكرة الهجومية في النادي الاهلي، وان هوية النادي الاهلي الكرة السريعة والهجوم والضغط. بس لما تيجي تبص ان انا كل ده وانا عندي دفاع ضعيف، يبقى معنى كده ان انا ما وصلتش لاي حاجة. فلو المدرب ده جاي بهوية دفاعية هيقدر يظبط لي الدفاع، وبعد كده مع الوقت يبتدي بقى ان هو ينقل خططه لخطط هجوميه، بعد ما يبتدي يمشي شويه في حته الدفاع يظبطه ويظبط اماكن اللعيبه والوقفات بتاعه اللعيبه والكلام بقى الفني ده. طبيعي ان هتلاقي المدرب ذات نفسه عايز يلعب كره هجوميه شويه، بس بالكواليتي اللي موجود معاه وبطريقه اللعب اللي هتفيده. لان مش كل كره دفاعيه معناها ان انا مش هلعب كره حلوه، لا، في خطط دفاعيه او طريقه لعب دفاعيه ممكن تجيب فيها جوان كتير، ممكن تلعب بيها كرة حلوة وكرة سريعة، ممكن تعتمد على التحولات، في طرق كتيرة جدا. فهي الفكرة ان انت تسيب المدرب بتاعك يشتغل طول ما انت متأكد او عندك ثقة فيه. انا واحد من الناس ما براهنش على الفشل، انا دايما اي مدرب بيجي بقول نفس الكلمتين دول، اسيب له فرصة يشتغل، اسيبه يبتدي ياخد وقته مع الفرقة، بالذات ان انت كمان خارج بعد موسم كارثي او موسمين مش احسن حاجة. فمدرب بالصفات دي ممكن قادر ان هو يرجع لك الانضباط الاول جوه الفرقه، ووقت ما هيرجع لك الانضباط حتى الاجزاء الفنيه اللي كنا او يعني اسف اللي كنا مفتقدينها الموسم اللي فات، هتلاقيها بتتظبط واحده واحده. علشان كده بقول ان عموته محتاج الدعم الجماهيري والثقه من الجمهور عشان يقدر يتعامل مع اللعيبه دي باريحيه، يقدر يستبعد اللي هو شايفه غير منضبط، يقدر ان هو يعاقب لعيب معين نجم في الفريق من غير حتى ما يخاف من ردة فعل الجمهور، او يعمل حسابات ان الجمهور ممكن يزعل ان اللعيب ده مش عارف ايه او اللعيب ده ما بيلعبش. او لا، هو عايز سيستم يحطه واللعيبه تمشي عليه، ووقت ما يحط العقوبه او يستبعد اللعيب ده يبقى عارف ان الجمهور ذات نفسه هيتعامل مع الموقف ان ده مدرب واخد قرار سليم. واتمنى من اللعيبه الموسم اللي جاي ان انت تمشي ورا المدرب بتاعك، ان انت تسمع هو بيقول لك ايه وعايز منك ايه وتنفذه، عشان اللعيب الموسم اللي جاي لو ما شفتش منك انضباط في اوضه اللبس في ارضيه الملعب
في حياتك الجمهور مش هيصبر عليك، الجمهور مش هيسكت، الجمهور مش هيديك دعم تاني، مش هيطالب باستمرارك جوه الفرقه. فانت كلاعب اللي مصيرك بايدك الموسم اللي جاي بالذات، لان هرجع واقول لك انت معاك مدرب كويس، معاك مدرب سي في مقبول جدا، معاك مدرب شخصيه قويه جدا، ومدير كوره برضه بشخصيه قويه جدا. فانت كلاعب يعني خلاص انت كده محطوط لك كل طرق النجاح. انت بقى بايدك الباقي اللي تقدر تعمله ان انت تحسن علاقتك مع الجمهور، تنسيه الموسم اللي فات، علشان خاطر لما تدخل الموسم الجديد فانت بتحارب على كل البطولات اللي موجوده، ومطالب منك ان انت تكسبها بالتزام. لان على ما اظن ان اللعيب الموسم اللي جاي اللي مش هيلتزم ما اظنش ان هيبقى ليه مكان في الفرقه. طيب ده كان رايي في قصه عموته، وانا من الناس اللي هرجع اقولها تاني انا ما براهنش على الفشل. كل الدعم للمدرب ده، انا من الناس اللي هتلاقيني في ظهره في كل قرار هو بياخده، اذا كان قرار فني او قرار تاديبي في حق. يعني لو حصل مثلا قرارات تاديبيه منه في حق اي لاعب موجود، هتلاقيني انا بدعم قراره ده وواقف معاه. واتمنى ان الموسم اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله، انا متفائل جدا بعموته، وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون محقق معانا كل الالقاب باذن الله. وانا متوقع ان هو نسبة نجاحه يعني ممكن ما تبقاش اقل من 70 80%، ودي هتبقى نسبة كويسة جدا ليه في اول سنة، فربنا يوفقه. بخصوص الإدارة أنا عندي حتة يعني هقول رأيي كده سريعا فيها، مش هطول فيها قوي. ليه الإدارة راحت لعموته، أو ليه راحت لسي في عموته؟ أنا وجهة نظري إن الإدارة كانت بتدور على مدرب يقدر يحكم اوضه اللبس، مدرب بشخصيه النادي الاهلي، فنيات نوعا ما كويس. بس ان على ما اظن ان الاداره او كابتن سيد وكابتن ياسين في اختيارهم او ترشيحات المدربين اللي كانت موجوده ان هم اختاروا عموته علشان حته الانضباط وحته الشخصيه وقوه الشخصيه. طبعا هو برضو محقق بطولات فما تقدرش تنكرها، زائد ان الاداره ممكن تكون برضو راحت لحته ان مدرب عنده خبره افريقيه، عارف النادي الاهلي، عارف البطولات الافريقيه، فمش هيتعب قوي معاك في حته التاقلم على السفر وعلى الماتشات بتاعت افريقيا الصعبه وعلى معرفه الفرق الافريقيه. وطبعا على ما اظن ان برضو حته تخفيض النفقات، ان المدربين الاجانب بتاخد ارقام عاليه شويه، فانت يعني حاولت ان انت تخفض النفقات. انا عارف ان الحته دي ما تخصش الجمهور قوي، بس بعد موسم كارثي انت ما طلعتش منه بحاجه، طبيعي طبيعي ان انت هتبتدي تدور على الخيار الاحسن والاقل تكلفه. وبمناسبه يعني حته الراتب دي، عشان انا سمعت هبد كتير جدا الفتره اللي فاتت. يمكن احمد عبد الله كان منزل، كينج السوشيال ميديا طبعا، احلى تحيه لاحمد عبد الله، كان منزل بوست يمكن انا شفته قبل ما اصور على طول، ان ما حدش ينخدع بالارقام اللي بتتقال. هو كان بياخد مثلا في الجزيره تقريبا 360، فما تنخدعش بالكلام اللي بيتقال والفلوس ومش عارف ايه. يمكن الحته دي انا بالنسبه لي مش مهمه قوي، بس وجهه نظري ان الاداره راحت للحته دي شويه، بحيث ان انا ما اصرفش ارقام كبيره في المدرب، وفي نفس الوقت اجيب مدرب كويس. لان مش بالمعنى ان انا عشان اجيب مدرب برقم اقل شويه عن اللي موجود يبقى ان المدرب ده وحش او مش هينفع او كواليتي قليل. فدي برضو ممكن تكون نقطة الإدارة راعتها شوية في حتة اختيار المدرب، وفي الآخر الإدارة هي اللي هتتحمل نتيجة قرارها ده. هنشوف مع الوقت الحسين عموته هيقدر ينصف الإدارة في اختيارها ولا لأ، والإدارة برضو رهانها على المدرب هينجح ولا لأ. ده هنشوفه مع الوقت الطويل، أو يمكن في سنتين يعني إن شاء الله ممكن يبقوا أكتر. لو هو استمر على نجاحات فأكيد هيجددوا له عقده، وممكن يستمر معاك سنة اتنين، يعني بعد فترته ما تنتهي ممكن يستمر معاك سنة أو اتنين. ده كله هنشوفه مع الوقت يعني ان شاء الله ان شاء الله. انا متفائل جدا بالحسين عموته، شايف ان هو مدرب بشخصيه النادي الاهلي، ودي حاجه احنا كنا مفتقدينها بقالنا فتره طويله. يمكن من بعد مانويل جوزيه انا ما شفتش مدرب بشخصيه قويه. ممكن اقول حسام البدري، بس يمكن ما شفتش مدرب بالشخصيه بتاعت مانويل جوزيه. اتمنى ان عموته يكون مديني الفيدباك ده صح، واتمنى اشوف جوزيه تاني موجود جوه النادي الاهلي بشخصيه جوزيه بعيدا عن البطولات. لان هتلاقي ان معظم الاهلاويه اللي حبت مانويل جوزيه حبته بسبب شخصيته، مش بسبب بطولات كتيره او حاجه. طبعا كسبنا معاه بطولات كتيره، بس مش هي ده كان الاساس قوي في حته مانويل جوزيه. فان شاء الله عموته يوفق مع النادي الاهلي باذن الله ونكسب معاه بطولات. نقطه تانية، يمكن خلاص كده انا خلصت جزئيه عموته، هدخل في حته تجديد كوكا. لان انا شفت كلام كتير جدا على السوشيال ميديا في اخر فتره ليه كوكا يجدد. كوكا مش من الناس المفضله قوي للجمهور. باختصار علشان ما اطولش برضو في الحته دي،
انا هادعم اي لاعب موجود لابس فانيله النادي الاهلي، وكوكا من اللعيبه اللي يعني ما شفناش منهم مشاكل، ما شفناش منهم ازمات، حتى في ارضيه الملعب لعيب مجتهد، لعيب بيدي 100%. فانا ليه ما جددلوش، وليه ما خلوش جوه الفريق، وليه ما اعتمدش عليه؟ لان وارد جدا لما عموته يجي يقدر يطلع منه نسخه كويسه، ووارد ان عموته يعتمد عليه كاساسي كمان. ما تستبعدش حاجه زي كده، لان كل رؤيه مدرب للعيبه بتختلف من مدرب لتاني. في مدرب ممكن يشوف في اللعيب ده حاجه بتنفذ له الخطه بتاعته فيعتمد عليه. ولو حتى كوكا مش اساسي فهو من اللعيبه المهمه جدا ان انت تحطها على الدكه. فطبعا انا مع تجديد كوكا، يعني ربنا يوفقه، هو لعيب مجتهد جدا. انا اتمنى ان هو الموسم اللي جاي يقرص على نفسه شويه. هو ما كانش مستريح قوي في حته الباك الشمال، فيمكن نشوفه الموسم ده في مركز 6 تاني مكان اللي هو كان عايز يلعب فيه. وارد ان شاء الله، يعني ان شاء الله اتمنى ان هو يتألق في المكان ده ويبقى اساسي. ابن من ابناء النادي الاهلي، انت محتاج الشخصيه دي جوه الفرقه، محتاج كل لاعب من ولاد النادي الاهلي يفضلوا موجودين جوه النادي الاهلي على الاقل في الفتره دي، يعني على الاقل في الفتره اللي احنا موجودين فيها. وكوكا من اللعيبه الملتزمه جدا، اللعيبه المنضبطه جدا، اللي على فكره عموته هيحب الشخصيه دي جدا. لعيب بينفذ الخطط والتكتيك بتاع المدرب بحذافيره زي ما هو بيقول له. وعموته بيحب نوعيه اللعيبه دي او شخصيه اللعيبه دي. عشان كده انا بقول لك وارد ان عموته على فكره يعتمد على كوكا، مش شرط كاساسي بس ممكن يعتمد عليه كتير جدا. فطبعا انا مبسوط جدا، مش شايف ان الهجوم اللي عليه ده صح، مش شايف ان الضغط اللي على اللعيب زي كده، حتى هو ما عملش حاجه غلط او حتى ما جادلش مع الاداره في حته التجديد. لا انا عايز امشي، لا انا عايز اكتر، لا انا مش عارف ايه. هي بتبقى عرض وطلب، وما اظنش ان كوكا ماطل قوي في الحته دي يعني. فربنا يوفقه. كوكا من اللعيبه الرجاله اللي انا بحبها، واتمنى ان هو يتالق كمان الموسم اللي جاي. وده هيكون عكس كلامي في صفقه تانية، وهي صفقه اكرم توفيق. طيب انا مش هسبق الاحداث، لان في كلام طالع ان اكرم توفيق احتمال كبير يبقى موجود في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي عايز يرجعه. يعني انا مش موافق على الصفقه لاسباب كتيره، اسباب فنيه واسباب تانية. لكن لو الاداره شايفه ان سيستم التعاقدات بيتغير مع الوقت، وان هم شايفين ان اللعيب خرج من عندك في وقت، يعني انا مش عايز اظلم مش عايز اقول كلام انا مش متاكد منه 100%، بس لعيب فضل ان هو يمشي من عندك عشان حته الفلوس والكلام ده كله، ما بيبقاش مفضل قوي للنادي الاهلي، او ما بيبقاش مفضل قوي لجمهور النادي الاهلي. لكن لو الاداره شايفه ان هو يرجع، فلازم اكرم يبقى عارف ان هو راجع ما عندوش جمهور يعني شايل له الحلو قوي. فانت هتتعامل كانك لعيب زيرو موجود جوه النادي الاهلي. ما يمكن الفتره اللي قبل ما اكرم يمشي فيها كان جمهور النادي الاهلي بيسامحوا في حاجات كتير، بيعدي حاجات كتير، عشان كانوا بيحبوا الشخصيه والجرينتا بتاعت اكرم وحبه للنادي الاهلي. فمن الواضح ان انت لما مشيت ورجعت او هترجع، يعني مش بترجع حبا في النادي الاهلي، مش بترجع حبا في جمهور النادي الاهلي. فانت هتتعامل كلاعب موجود جوه النادي الاهلي. انا واحد من الناس، لان انت لابس تيشيرت النادي الاهلي هدعمك، ودي اراء عشان ما حدش يجي يقول لي لا ومش عارف ايه. لان هي بلاش نمسك لبعض فكره القيم والمبادئ، لان الموضوع بعيدا جدا عن الحته دي. هو فضل الماده عن النادي الاهلي، والاداره ممكن يكون سيستم التعاقدات بتاعها اختلف عن السنين اللي فاتت او عن المتعارف عليه في جمهور النادي الاهلي. فبرجوع اكرم انت هتتعامل كأن انت لعيب زيرو جوه النادي الاهلي. زيرو يعني انت بادئ من الصفر، مش قصدي زيرو ان هو لعيب حاجه يعني وحش او حاجه، لا زيرو ان انت بادئ من الصفر. فهيبتدي الجمهور يتعامل معاك حسب ادائك في الملعب. انت اديت كويس هتلاقي الجمهور بيدعمك، اديت وحش ما تستناش ان الجمهور يطبطب عليك او يشيل لك الحلو، لان خلاص هو الجمهور بيتعامل معاك ان انت عملت معانا لقطة مش أحسن حاجة. فمش هتلاقي الدعم الجماهيري قوي. اللي انت هتغلطه أو الماتشات اللي انت ما هتلعب فيها هتبقى سيء، هتنتقد وهتنتقد بشدة. فأنا يعني وجهة نظري فنيا مش يعني ممكن أشوف حد تاني غير أكرم. وبالنسبة للجمهور يعني اكرم مش مفضل قوي ان هو يرجع دلوقتي يعني. بس وده فيديو النهارده، يمكن انا ممكن اكون طولت فيه شويه، بس يعني حبيت ادردش في حته عموته وكوكا بالذات. يمكن انا اصلا كان هدفي من الفيديو كان جزئيه عموته وكوكا. وبالنسبه للترشيح انا النهارده مش هرشح، بس انا هدي رساله واتمنى ان الناس تسمعني فيها كويس. فيعني اتمنى الناس اصلا تكون بتشوف الفيديو لحد دلوقتي. صفحتين من اهم الصفحات اللي موجودين على سوشيال ميديا النادي الاهلي، ومش عشان انا واحد مهتم بالتاريخ، بالعكس عشان انا عارف مدى المجهود اللي هم بيعملوه،
وهي صفحه او البيجين بتاعت حلاوه وبتاعت صفحات من تاريخ النادي الاهلي. الناس دي بتعمل مجهود كبير جدا عشان تجيب معلومه، الناس دي بتعمل مجهود كبير جدا علشان خاطر توصل لحاجه معينه. الناس دي محتاجه الدعم، محتاجه المسانده، محتاجه ان انت تخش يا سيدي لو انت مش مهتم قوي بحته التاريخ او تاريخ النادي الاهلي. وانا عارف ان في ناس كتيره ممكن ما تبقاش مهتمه بالحته دي، مش هيخسرك حاجه ان انت يعني تعمل لايك، تدخل تكتب كومنت كويس. لو انت مهتم بالتاريخ تابعهم، حاول ان انت تخش على الصفحه حتى لو مش بيتبعت اشعارات، لان ساعات الفيسبوك بيبقى يعني عامل مشاكل كده مع البيجات. خش وبص عليها شويه، تابع الاخبار اللي بتنزل فيها او البوستات اللي بتنزل فيها. يعني الرياكت مش هياخد منك دقيقه، انتوا بتخشوا على صفحات الزملكاويه تعملوا رياكت ها ومش عارف ايه. يعني خلينا في صفحات الاهلاويه شويه ندعمها ونقف معاها. وبرضه هرجع اقول لك، مش عشان معرفتي بحلاوه او صفحات من تاريخ النادي الاهلي، الناس دي انا عارف هي بتتعب قد ايه، لان انا لما باجي احاول مثلا اوصل لحاجه في التاريخ، فالناس دي بتعمل مجهود كبير جدا عشان توصل للمعلومه. انا عارف حاجه زي كده، يعني انا حتى بالنسبه لهم عشان كده لما كنت باجي اتكلم في نقطه التاريخ، انا ما بحبش ان حد يقعد يقول لي يا تاريخ او مش عارف ايه، لان انا ولا مؤرخ ولا صحفي ولا كاتب، ولا يمكن انا بقعد ادور شويه على شويه معلومات بعمل بيهم فيديو. ممكن اوفق في المعلومه، ممكن معلومه تقع مني، ممكن اقول حاجه غلط واصلحها عادي. مفيش بني ادم فينا ما بيغلطش. بس على حتى يعني لما باجي اتكلم مجهودي اللي انا عملته ده كله في حته التاريخ ما يجيش واحد من 10 في اللي هم عملوه بالذات في الفتره اللي فاتت. لان بصراحه انا دايما بفضل اقولها، البيجين دول او صفحه حلاوه وصفحات من تاريخ النادي الاهلي هم كنز للاهلاويه. فطبعا انا اقل من ان انا ارشحهم، بس انا حبيت ان انا اخلي حته الترشيحات دي في حته الدعم للصفحتين دول بالذات، علشان الناس دي فعلا فعلا تستحق ان احنا نقف معاهم شويه يعني.